كل واحد فينا بيمر على الأقل بواحدة من لحظات الإدراك دي كل يوم. لحظة إدراك لما تكتشف إن أهل الباطل هم دايما بس اللي كانوا بيسألوا عن معجزات، لكن أهل الحق دايما كانوا بيحمدوا ربنا إنه هداهم إليه. لحظة إدراك لما تكتشف إنك كل ما تعاشر شعوب وجنسيات مختلفة تكتشف إن كل شعب فاكر نفسه الشعب اللي مفيش منه اتنين، وهو الشعب المختار. علشان كده العنصرية موجودة وهتفضل دايما موجودة. لحظة إدراك لما تكتشف إن الناس مش عايزين يتبعوا قواعد الدين ولا الأوامر والنواهي، ودايما بيسألوا ليه وإزاي وجات ليه وكان في وقت إيه وكده، لكن هم نفس الناس دول لما بيسافروا دول تانية فيها القوانين الوضعية زي ما تمشيش هنا وما تسوقش العجلة هنا وسوق على اليمين وما تزعقش بعد الساعة كذا وما تقيدش النور هنا، بيقولوا سمعا وطاعا من غير أي مشكلة. ليه؟ علشان يبقى مواطن شاطر. طب ومع ربنا مش عايز تبقى شاطر؟ لحظة إدراك لما تشوف ناس كتير قوي شاغلين نفسهم بالأرض والمية والهواء والشمس والأشجار وناسين ولادهم ما يعرفوش عنهم أي حاجة، ولادهم اللي هم مسؤوليتهم وتحت رعايتهم. لو كمان مش واخدين بالهم من نفسهم أصلا، عمرهم ما سألوا نفسهم إحنا جينا هنا إزاي وبنعمل هنا إيه ورايحين على فين. لحظة إدراك لما تسمع ناس بيتكلموا عن الدنيا إنها مش مستاهلة ومتاع الغرور، لكنهم ممكن يخسروا بعض عشان الورث، رغم إن الحكمة من الورث أصلا إنها تفكرك إن في موت، ورغم إن الموت هو أكتر حاجة بتتكرر كل يوم، إلا إنهم شايفينه وهم. لحظة إدراك لما تكتشف إن الإنسان المتشائم هو أكتر إنسان متفائل، لكن بحدود، لأنه شاف الحقيقة من كل جوانبها مش بس بيلعب دور المتفائل. لحظة إدراك لما تكتشف إن إحنا عايشين في زمن فيه آخر أمهات ما تعرفش حاجة عن الإنترنت. لحظة إدراك لما تكتشف إن مفيش أي حد في أي ثقافة بيحب الإنسان الخارج عن القانون، لا كزوج ولا كصاحب، لكنه لو خارج عن الدين مفيش مشكلة، المهم إن جيبه يكون مليان. ساعتها يعني لو لازم الأمر هنقول ربنا يهديه. طب ما هو اللي بيهدي هو اللي بيغني. لحظة إدراك لما بتشوف تجار الدين على الشاشات وسط الناس بيقولوا اللي في نفسهم علشان بس يرضوا أهوائهم، وتسأل نفسك سؤال واحد: يا ترى لما الناس يثوروا عليهم لأن الموضوع مش هيستمر كتير الضحية هتكون إيه؟ لحظة إدراك لما بتشوف كتير جدا من الناس اقتصروا القرآن الكريم على القبور والتعازي والكسب المادي، وتناسوا إن القرآن الكريم دستور حياة موجود علشان يتطبق. لحظة إدراك لما تشوف واحد مدعي التدين كل مصالحه بتقضى، فتبدأ تقول أكيد الناس بتخدمه علشان صلاحه، لكنك تكتشف بعدين إنه مسنود ب2 لواءات وكل مصالحه بتليفونات توصيات، وعمره ما فوض الأمر لربنا. لحظة إدراك لما تشوف الناس بقى بتحاول أي مشكلة ومأساة لنكتة، وللأسف منتظرين المشكلة تتحل. لحظة إدراك لما تكتشف إنك كل ما احترمت عقلك كل ما وصلك لأماكن أبعد، كل الفكرة إنك تفرد له وقت. الخوف بيكون من الوعي الزائد، لكن دي مرحلة بعيدة شويتين. لحظة إدراك لما تشوف الناس اللي صلوا الجمعة ورا الإمام حاضر بيدوا الصدقة للي قاعد قدام الباب وما صلاش علشان يدعي لهم. كتير جدا من لحظات الإدراك. لحظة إدراك لما تكتشف إنك ما بقيتش أصلا سامع. لحظة إدراك من كتر تكرارها. لحظات إدراك كتير، لكن مين يدرك؟ مساء الفل.